وقال تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال سبحانه عن خصوص من هؤلاء الكفرة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذان الصنفان أشد أهل الكفر عداوة لأهل الإيمان الحق. ومن من يشابههم الرافضة والخوارج، فإنهم أشد من ينتسب للملة عداوة لأهل السنة. فالروافض والخوارج أشد من ينتسب للأمة من الفرق عداوة لأهل السنة في قديم الزمان وحاضره وفي مستقبله. فليحذر هؤلاء، لأنهم مارقون من الدين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن يتأولونه على غير تأويله. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أبقي منهم أحد، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لعظم فتنتهم. وهؤلاء اليوم هم الدواعش وهم القاعدة وهم الحوثيون وهم الإخوان المسلمون وهم الطوائف الجديدة والذين يستولوا على بعض الدول هالأيام. كل هذا دليل على أنهم خوارج مارقة، وأنهم كيدهم ضد الإسلام وأهل الإسلام أكثر من عداوتهم بالكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. وأخبر أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إن عنهم إنهم كلاب النار. فكل مسلم يؤمن بالله ورسوله الله تعالى ورسوله واليوم الآخر يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا ولا إلى النار مصيرا. فهذه دعوات مهمة جدا. واعرف من هو عدوك، ما هو عدوك اللي تشاحنت وياه على شيء من حطام الدنيا وتهجره هجرا مأزورا، تهجره حتى لا تسلم عليه ولا تعود إذا مرض ولا تدعو له ولا شيء من أجل الدنيا. لا، عدوك في الدين، عدو الله ورسوله، عدوك في العقيدة الذي لو يتمكن منك أضلك عن سبيل الله، كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهؤلاء لهم أساليب، تارة يدخلون على أهل الإسلام ويفرضون عليهم باسم الديمقراطية، وتارة باسم الجهاد، وتارة باسم استرداد الأرض المسلوبة التي أخذها المسلمون من اليهود ومن غيرهم، وهكذا. وعداوتهم وكيدهم للإسلام معلوم، كيف وقد حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا له ليلا ونهارا بأفانين الكيد وأنواع المكر، لكن الله عز وجل نصر رسوله والمؤمنين تحقيقا لوعده وإعلاء لكلمته وصيانة لحرمات عباده وابتلاء للمكلفين في الجهاد، جهاد هؤلاء الظلمة حكم عظيمة. وانصرنا على من عادانا، كل من عادانا، ومن ذلك انصرنا على الدواعش، على الحوثيين، على كذا، على كذا، الإخوان المسلمين، على كذا، على كذا، على كل خارج على سلطانه مسيء للإسلام وأهله مشمت بهم الكفر وأهل الكفر. ما جلب هؤلاء على الإسلام وأهله إلا الشر والمصائب، إسقاط الحكومات وانتهاك الحرمات وإزهاق الدماء المعصومات وسبي أموال المسلمين والتواطؤ السري والعلني مع الكفار والمنافقين. كل هؤلاء صنائع استخبارات وأهل المكر من الكفار. احذروهم احذروهم. وأي جرم عرفه الناس
من أحد ينتسب الإسلام وتقرب إلى الله بقتل والديه؟ سمعت بهذا؟ ويقتل إخوانه ويقتل رجال الأمن ويقتل رجال الجيش. إيش يكون هذا؟ هذا أشر من متعاطي المخدرات، لأنه يجرم وينسب جرمه إلى دين الإسلام، وأنه يفعل هذا غيره لله تعالى. يخسي خاسئ، هذا مجرم، هذا كذاب كاذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وأهله، افترى الكذب وأضفى على جرامه وصفا شرعيا لينفر الكفار من الدخول في الإسلام. حتى الكفار ينفرون من الإسلام إذا كان هذا التصرف يصدر من ينتسب الإسلام. من يفكر في الإسلام يرجع عنه. اللهم انصرنا على كل من عادانا، كل من علمت أنه لا يهتدي الإسلام اللهم أهلك. دعوة نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فينبغي الإنسان يعتني بهذا، هذا أمر مهم. واجعل ثأرنا على من عادانا وانصرنا على من ظلمنا، على كل ظالم يعني انصرنا عليه بقدرتك بعزتك بما تيسر لنا من الوسائل، من طريق ولاة الأمور، من طريق القضاء والمحاكم الشرعية، من طريق الصلح، من طريق كذا، من طريق كذا، من طريق أنك أنت يا ربنا أن تنتقم منه تشفي غيظنا منهم لظلمهم إيانا، انصرنا على من ظلمنا. مهم هذا. لا تأخذون دينكم عن نكرات، لا تأخذون دينكم عن رويبض الخوارج، رويبضات الخوارج الذين لما منعوا من الفتوى والدروس وغير ذلك بدأوا يدخلون بالمناسبات، مناسبات عاشوراء بالحوادث، ويشيعون وتحولها الرسائل وتنشر. هذا غلط. هؤلاء في قلوبهم مرض، هؤلاء منافقون، هؤلاء خوارج، هؤلاء لو ماتوا على ما هم عليه فهم كلاب النار، شر قتلا تحت أيديهم السماء. يؤخذ عنهم الدين. أعوذ بالله. تأخذ دينك عن مجهول، عن نكرة، عن محكوم عليه بأنه ضال ومفارق لما عليه أهل السنة والجماعة، متبني لبدعة خارجية صوفية رافضية، جهاد خوارج الذين يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. ثبت هذا بالواقع، وثبت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تورعوا في زمن علي رضي الله عنه الخوارج، تورعوا عن قتل الخنزير والسوالف، الخنزير اللي أمر بقتله بكل حال، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوا أهل الإسلام، تقربوا إلى بقتل عثمان وبقتل علي رضي الله عنه، قتل معاوية رضي الله عنه، بقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه. تقربوا إلى الله. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزان. يمدح الخارجي القاتل لهؤلاء. فرد عليه أئمة الإسلام قالوا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أبخس البرية عند الله ميزانا. فخذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا، خذوا حذركم، خذوا حذركم، خذوا حذركم. لا تفتنون عن دينكم، لا تضلون تحسبونكم على هدى، لا تكذبون على الله ورسوله بترويج الرؤى المنامية والأحاديث الموضوعة الواهية والفتاوى الشاذة والدعوة للخروج على ولاة الأمور والإخلال بالأمن. ترى كل هذه جرائم، كل هذه موجبات للردة، مقتضيات للردة عن الإسلام والموت على الضلالة، وأن يكون الإنسان من جثى جهنم. انتبهوا لهذا.